السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح عد الصفائح الدموية بالطريقة العملية. الصفائح الدموية أو البليتلتس أو ثرومبوسايتس هي أصغر مكونات الدم ولا تعتبر خلايا، بل هي أجزاء مفلطحة من السيتوبلازم زي ما احنا شايفينها في الصورة كده، ولا تحتوي على نواة، ولها أشكال مختلفة، والقطر بتاعها من 2 ل 3 نانومتر، والعمر بتاعها من 7 ل 10 أيام. وتلعب دور مهم في تجلط الدم بسبب قدرتها على الالتصاق والترابط فيما بينها، ويتراوح عددها من 150 ألف إلى 450 ألف في كل مليمتر مكعب من الدم. لما بتنخفض عدد الصفائح عن المعدل الطبيعي، الحالة دي بتسمى ثرومبوسيتوبينيا، ودي بتحصل نتيجة تناول بعض الأدوية أو الإصابة ببعض الأمراض زي أمراض فيروس سي. طبعا انخفاض العدد الصفائح ده بيدينا مؤشر لاحتمال كبير لحدوث نزيف في اي جزء من اجزاء الجسم، واخطر شيء لما يكون يحصل نزيف داخلي. اما في حالة زيادة العدد دي تسمى الحالة دي تسمى ثرومبوسيتوزيس، وده بيدينا مؤشر لاحتمال كبير لحدوث جلطات، وبالتالي من الضروري إعطاء الأسبرين أو الهيبارين، الأسبرين في الحالات البسيطة والهيبارين في الحالات الأشد، عشان ما يحصلش جلطات للمريض. هنتكلم دلوقتي عن الطريقة العملية لعد الصفائح الدموية. عندنا طريقتين، الدايركت والاندايركت. الدايركت بطريقة الفورمالين ستريت أو الأمونيوم أوكزاليت، اما الاندايركت بطريقه الفيلم المسبوق زي ما عملنا في الريتيكولوسايت. اول طريقه اللي هي الفورمالين ستريت. ازاي بنحضر المحلول اللي هنشتغل منه؟ بنجيب 32 جرام صوديوم ستريت في 1 لتر ميه مقطره، هنضيف عليهم 10 ملي فورمالين. هناخد من المحلول اللي جهزناه ده 380 مايكرو لتر زائد 20 مايكرو لتر بلد فريش مسحوب على الايد ده. هنسيبهم من 5 ل 10 دقايق، وبعد كده هناخد منهم 10 مايكرو هنحطهم على شريحة العد زي ما شرحنا قبل كده، وبعد كده هناخد الشريحة نحطها في طبق بيتري في قطن مبلل عشان ما يحصلش جفاف للمحلول، وبعد كده بنسيبها لمدة 15 ل 20 دقيقة، وبعد كده نبدأ بطريقة العد بنفس طريقة عد كرات الدم الحمراء على العدسة بقوة 40 اكس. بعد ما نخلص العد، طريقة الحساب ان عدد الصفائح الدموية في 1 ملم مكعب من الدم هيساوي مجموع الصفائح اللي احنا عديناها في ال5 مربعات في ال1000. طريقة الأمونيوم أوكزاليت هي نفس طريقة الفورمالين ستريت، نفس الطريقة ونفس كل حاجة، ما عدا الاختلاف حاجة واحدة بس، الاختلاف في تحضير المحلول اللي هنشتغل منه. التحضير ده بنجيب 1 جرام أمونيوم أوكزاليت، هنضيف عليهم 100 ملي مية مقطرة. الطريقة الاندايركت بنفس طريقة الفيلم المسبوق زي ما عملنا في الريتيكولوسايت، لكن مع اختلاف بسيط. لابد من عد كرات الدم الحمراء المريض على شريحة العد الهيموسيتوميتر قبل ما نشتغل، وبعد كده هنفرد الفيلم بنفس طريقة الريتيكولوسايت. طبعا شرحنا طريقة عمل الفيلم مسبق في فيديو الريتيكولوسايت. بعد ما الفيلم يجف هنحط زيت سيدار على الجزء المتجانس من الفيلم، ونبدأ نعد كرات الدم الحمراء مع عد الصفائح. هنبدأ نعد حتى 1000 كرية دم حمراء، وهنشوف في ما بين ال1000 دول كم عدد الصفائح اللي موجودة. بعد كده هنشوف طريقة الحساب في طريقة الاندايركت بطريقة الفيلم. بنقول ان عدد الصفائح الدموية في 1 ملم مكعب من الدم هيساوي عدد الصفائح اللي احنا عديناها في الفيلم على عدد كرات الدم الحمراء اللي احنا برضو عديناها في الفيلم في عدد كرات الدم الحمراء للمريض اللي احنا عملناها في الاول. دي طريقة الفيلم المسبوق. دي كانت فكرة مبسطة جدا عن الصفائح الدموية. ان شاء الله هكمل في اخر فيديو
آخر جزء من صورة الدم الكاملة، وهي عد كرات الدم البيضاء، العد الكمي والعد النووي. أشكركم على مشاهدة الفيديو، وإن شاء الله ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.